عنوان مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثالثة والثلاثين وقفة احتجاجية للفنانين اعتراضا على الاعتداءات الجزائرية ضد الجمهور المصري في السودان. اللي حدث في خرطوم هو شيء مستهجن جدا، ولا يمكن اطلاقا ان يتم بين شعبين بينهم عراقة شديدة جدا وتاريخ نضالي. انا عايز حقي. الناس اللي اتبهدلت في السودان دي ناس، احنا ناس كلنا، كل الناس اللي راحت السودان ناس شرفة، ناس رايحة هتشجع كورة. انا مش رايح معركة حربية. معركة حربية ليه؟ اروح معركة حربية في ايه؟ ناس ماسكه لي سكاكين. الحمد لله كلنا بنقول الحمد لله ان احنا ما كسبناش. كان هيرجع لا يقل عن 2000 واحد في التوابيت اللي كانت هترجع سكاكين. وانا ده كوره يا اخوانا، كوره. انا قلت ان لو مصر لو كسبت هنشجعها، الجزائر لو كسبت والله العظيم ما مشجعهم. لو هم فين ما هشجعهم. بيقولوا علينا ان احنا يهود. تحيا مصر في كل حته يا اخوانا. حاجه غير ادميه. دول ناس ما لهمش علاقه بالرياضه، ما عرفوش ربنا خالص، متخيلين ان احنا كفره. انا مش عارف ليه. يعني انتوا كسبتوا وطالعين كاس العالم، خلاص بقى، يعني مش ده اللي انتوا عايزينه؟ اوكي انتوا كسبتوا. لا، الموضوع بالنسبه لهم عجيب. ناس حاقدين ومش عايزين الدوله اللي احسن منهم، هم عايزين هم اللي يبقوا احسن، يعني هم عارفين وضعهم بالظبط. يعني احنا افضلنا على الجميع. انا مستاءة جدا ان علم مصر يداس عليه بالطريقه اللي اتداس عليه بيها. طبعا شيء مؤسف جدا، يعني ان عرب يعملوا كده في بعض، شيء فظيع. بس فعلا يعني ده موقف مش لازم يتسكت عليه. اتمنى ان يبقى في تنفيذ بقى، تنفيذ لقرارات ناس كبار يتحكموا في اللي بيحصل، وفي قله الادب. للاسف انا يعني مش عايز اقول الكلام ده، بس دي قله ادب. انا جيلي انا عرفتهم وعرفت ان في حاجه اسمها جزائر من خلال فنانه مصريه وانتاج مصري. احنا كرمناهم، ده احنا لازم نكرمهم بالجزم. واحنا بنطلب 3 حاجات. الحكومه المصريه تطلب السفير الجزائري الكذاب لخلق المحامين المصريين اتحاد المحامين العرب بتوجيه التهمه لحكومه الجزائر بارتكاب جرائم القتل العمد في محكمه العدل الدوليه في لاهاي. ان شاء الله في وقفه احتجاجيه هنعلن عنها لما ناخد موافقه عليها ان شاء الله. سارة حسن، 90 دقيقة، قناة النحو.